السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. ما تيجوا كده نعمل مع بعض خلية النحل الطرية الهشة اللذيذة دي. شايفين عاملة ازاي؟ اقتصادية وخطيرة. يعني بصوا، حلوة جدا جدا. من حلاوتها عملتها معاكم تاني. انا كنت عملتها قبل كده معاكم، والمرة دي برضو بعملها معاكم تاني، وبطريقتها سهلة. الطريقة بتاعتها سهلة جدا وبسيطة خالص، وكمان اقتصادية، والأطفال كمان هيحبوها جدا جدا. هنعمل خلية نحل بالشوكولاتة، وهنعمل خلية نحل بالجبنة، نحشيها جبنة. بس بصوا بقى، يعني مفيش احلى من كده. حلوة جدا جدا. تعالوا نشوف الطريقة ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وما تنسيش بقى حبيبة قلبي تعملي لي اللايك للفيديو لو عجبك، وكمان الاشتراك في القناة علشان تنوريني وتفرحيني كده بوجودك، عشان كمان يوصلك كل جديد بقدمه. ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بأمر الله. تعالوا كده بقى نسمي الله ونشوف الطريقة الجميلة بتاعت خلية النحل. اول حاجة كده عملتها، جبت بولة وحطيت فيها كوبايتين، المعيار بقى اللي احنا بنستعمله على طول. الكوبايتين دول من المية الدافية، وعليهم 3 معالق كبار من السكر مش مليانين قوي، وعليهم كمان الباكت بتاع الخميرة الفورية. هديهم تقريبا مع بعض وهسيبه على جنب لغاية ما الخميرة كده تتفاعل معايا. وبعد كده هجيب بولة تانية وهضيف فيها نص كوباية من الزيت و6 كوبايات من الدقيق، وهديهم تقليبة مع بعض كده مع الخميرة والمية والسكر، وكمان ضفت رشة من الملح. وهبتدي ان انا الم العجين بالشكل ده كده، وبعد كده ابتدي بقى ان انا اعجنها. هعجنها كده كويس جدا، ويعني من 10 ل 15 دقيقة علشان تديكي نتيجة حلوة جدا. بعد كده يا بنات خلاص عجنتها وبقت معايا طرية كده وجميلة جدا، مش بتلزق. ولو لزقت معاكي حاجة بسيطة فمش مشكلة خالص. بعد كده غطيتها بشوية زيت كده، معلقة من الزيت عليها على الوش، وكمان في البولة، علشان لما اجي كده تخمر معايا واجي اشيلها تتشال معايا بكل سهولة. بعد كده فضيت الخمر بتاعها، وبدأت ان انا اخدها كده بالشكل ده واعملها رول كده. وهبتدي بقى ان انا اقطعها بقى حسب الحجم ما انت عايزة. انا هنا قطعتها واخدت يعني قد كده البضاية، فاهمين؟ وحاولت ان انا يعني يبقى متساوي بالشكل ده. شايفين العجينة عاملة معايا ازاي؟ مظبوطة، والنتيجة ان شاء الله بجد هتعجبكم بأمر الله. شايفين هنا كده بقت معايا يعني بالمقاس ده كده، قد البيضة كده. شايفين الحجم بتاعها حلو كده، ومش كبيرة قوي ومش صغيرة. وهنا كده اول حاجة بدأت فيها الجبنة. طبعا الجبنة زي ما انت عايزة. انا هنا كان في جبنة اللي هي من بطعم اللهم صل على النبي، الفلامنك، وفي جبنة كمان بطعم الزيتون، وفي جبنة بطعم بحبها قوي دي برضو اللي هي بالبسطرمة. تمام. جبت بقى هنا كده صينية حسب ما انت عايزة. برضو انا هنا كده حبيت ان انا اعملها في البايركس ده عشان برضو التصوير وتبقى باينة وكده. عملت بالفرشة كده شوية زيت في الصينية، وبعد كده بقى بدأت ان انا احشي بقى العجين بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ مش هتاخد في ايدك وقت ان شاء الله بإذن الله، وهتلاقي نفسك كده عملتي خلية نحل حلوة. ممكن تفطري بيها الصبح، ممكن تتعشي بيها، فحلوة جدا جدا. ممكن تعمليها في عادي يعني كده في نص اليوم، تبقى للأطفال وكده، تاخديها معاكي النادي. ليها يعني أفكار كتيرة كده وحلوة. هنا كده النور كان قطع، ما علينا. المهم كده عملت الصينيتين بالشكل ده. وطبعا الصينيه التانية ما حشيتهاش حاجه، ممكن بعد التسويه تحشيها شوكولاته. تفيد بس ان انا عملت عليها شوكولاته كده من على الوش، خطوط كده بس. هنا بدهن بقى العجينة بعد ما اختمرت معايا ربع ساعة. معايا نص كوباية كده من اللبن، عليهم معلقة من السكر، ودوبتهم مع بعض. دوبت السكر مع اللبن كويس وقلبته كويس جدا. وبعد كده بدأت أدهن وش العجين بعد ما اختمر معايا وبقى بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ بس كده، ولا تحطي بيضة بقى ولا حاجة. هو كده حلو قوي. شوية يعني نص كوباية، وكمان نص كوباية دي برضو هتكمل معاكم الحاجة تانية حلوة قوي برضو هقولكوا عليها.
شوية سمسم بالشكل ده كده. عندك حبة البركة ممكن برضو تحطيها على الوش، هتبقى حلوة جدا مع الجبن برضو. بس كده شايفين بقى الجمال. هبتدي بقى ان انا ارش على الكرات بقى بتاعت خلية النحل بالشكل ده. وطبعا وهي بتختمر للمرة التانية لازم نغطيها علشان ما تعملش معانا قشرة وكده. خلاص كده انا عملت بالشكل ده كده اللي بالجبنة، رشيت عليها السمسم وخلاص اختمرت معايا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتقعد معاكي بس يعني اول ما الوش بتاعها يصفر او تشوفيها بس الجوانب بتاعتها اصفرت ولسه ما خدتش ودخلت في السوا ولسه ما خدتش لون من فوق، ممكن تفتح عليها الشوايه لغايه ما تاخد لون حلو معاكي كده. خلاص تمام كده وطلعت معايا. هبتدي بقى شويه اللبن اللي قلت لكم عليهم في الاول، نص كوبايه دول طبعا فاض حبه. هبتدي ان انا بدل الميه في اول ما بيطلع المعجنات بنرشها ميه عشان تطرى، لا ده بقى شويه اللبن الباقيين دولت بصوا خطيره، بتودي برضو طعمها حلو جدا جدا، بتخليها لذيذه كده وطريه. خلاص كده عملت الوش بتاع خلية النحل باللبن وغطيتهم وهسيبهم كده 10 دقايق. وتفرجي بقى يا ست الكل على النتيجة اللي بعد كده. معجنات حلوة جدا جميلة خالص، طرية جدا جدا وهشة. شايفين بعمل فيها ازاي وبترجع زي ما كانت اسفنجية كده، ما تفهموش في ايه بالظبط، مع انها اقتصادية وبس يعني ما شاء الله حلوة جدا جدا وعجبت الحمد لله كل اللي في البيت. فيعني ان شاء الله كده على ضمانتي اعمليها بالطريقة دي هتعجبكم بأمر الله ومش هتبطلي تعمليها. هنا كده عملتها بالشكل ده كده خطوط اللي هي خلية النحل الفاضية، عملت خطوط كده من الشوكولاتة وبس كده. تعالوا بقى نشوف كده اول واحدة كده بالجبنة. شايفين بقى الطراوة بتاعتها وانا بشدها عاملة ازاي، وبصوا بقى عاملة ازاي من جوه هشة كده وطرية وبصوا يعني قطنية بجد. وكمان طبعا الجبن اللي جوه بقى طبعا بتديها طعم حلو جدا جدا. شايفين بقى عاملة ازاي من جوه خطيرة. قومي بقى مستنية ايه، قومي اعملي لهم بقى ان شاء الله يكون المقادير متوفرة عندك وموجودة، تقدري على طول كده انك ان شاء الله تقومي تعمليها على طول. تعالوا بقى ناخد واحدة كمان من اللي عليها صوص الشوكولاتة. شايفين بقى الجمال، مفيش احلى واجمل من كده. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. متنسيش اللايك وكمان الاشتراك في القناة علشان تنورين، وتفعيل الجرس كمان علشان يوصلك ان شاء الله كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.